السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ووصفة جديدة. الوصفة بتاعتنا النهاردة الكلام فيها عدى الجمال. هنعمل النهاردة وصفة حلوة جدا وهتطلع معاكي تحفة والنتيجة هايلة. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة، وهنشوف هنزود المحشي بتاعنا ازاي وهيطلع معاكي مفلفل ومش معجن واللحمة دايبة. هنعمل احلى صينية ورق عنب باللحمة بطريقة تحفة جدا. يلا بينا ندخل على الوصفة ونشوف اول حاجة هنعملها ايه. اول حاجة مع بعض هنجهزها هي الصلصة. جبت حلة وحطيت فيها بصلتين كبار، المحشي بيحب البصل، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من السمنة والباقي زيت، حوالي نص كوباية كده من الزيت. الزيت بيخليه مفلفل وبيلمع، والسمنة بتديله طعم حلو جدا. حطيت عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وفضلت اقلب فيهم لحد ما دبلوا معايا بالشكل ده. انا ما بحمرش البصلة. نزلت عليهم بحوالي كيلو من الصلصة دي انا كنت مفرزاها معاكم قبل كده. زي ما انتوا شايفين كده قوامها ولونها تحفة. طلعتها لحد ما فكت كده ونزلت عليها، نزلت بيها على البصل وقلبتها معاها شوية، مش هسيبها كتير علشان هي ما فيهاش مواد حافظة. تمام. بعد كده ضربت عصير طماطم في الخلاط وكملت بيها. طماطم مش حمرة قوي، والصلصة ما شاء الله كان لونها احمر وتحفة، فعشان كده الفرق باين. قلبتهم كده مع بعض وبدأت اللي انا احط عليهم رشة من السكر وكمان الملح، وهظبط الملح كويس. تعالوا نشوف هنحط توابل ايه. حطيت كزبرة ناشفة، بابريكا، فلفل اسود، شطة ناعمة، والسبع بهارات، وهقلبهم بقى مع بعض كويس. وكمان وانا كنت بضرب الطماطم في الخلاط كنت حاطه قرن شطه حامي. لو مش بتحبي الحاجه حاميه استغني عن الشطه الناعمه والفلفل الحامي الاخضر، وممكن تحطي فلفل رومي بارد بيديله نكهه حلوه جدا. وحطيت كده مكعب من مرقه الدجاج، فركته كده بايدي وحطيته على الصلصه، وهسيب بقى الصلصه لحد ما تتسبك خالص. بعد كده هنجهز ورق العنب. جبت حلة وحطيت فيها مية وسبتها لحد ما غليت. والورق العنب انا رصيته وظبطته، لو حاجة بايظة فيه ولا كده مش حلوة بتخلص منها، ورصيته بالشكل ده. وبعد كده حطيته في المية. اول ما يغير لونه هقلبه على الجنب التاني، يغير لونه بشيله على طول علشان ما يتهريش مني، ما تسيبوش في المية كتير. بطلعه وبحطه في مية باردة علشان نوقف عملية التسوية وما يتهريش مننا. وبعد المية الباردة بشيله وبحطه تحت الحنفية بغسله كويس تاني علشان اضمن ان مفيهوش اي حاجة، وبحطه في مصفى واسيبه يتصفى. هعمل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. بعد ما اخلص بقى الكمية بتاعة ورق العنب هنبدأ نجهز الخلطة. جبت رز. الرز هتعمليه على حسب الكمية بتاعتك. انا عملت كيلو من ورق العنب اخد حوالي رز كيلو ونص من الرز. تمام. فانت هتعملي على حسب الكمية اللي انت عايزاها. حطيت الصلصة عليه بعد ما غسلته وصفيته كويس، وحطيت تشكيلة من الخضرة، شبت وكزبرة وبقدونس. وبحط الخضرة كتير عشان بتبقى حلوة في المحشي. قلبتهم بقى مع بعض كويس جدا، لونه ولمعته حلوة قوي. بعد كده جبت بقى ورق العنب وهنبدأ نحشي. بحط الرز كده وبفرده، وببدأ اللي انا اقفل عليه، وبقفل عليه من الجناب برضو علشان الرز ما يطلعش في وقت التسوية. وبعدين بلفه بالشكل ده. تعالوا ما نعمل واحد كمان. بجيب الورقة كده وبحط الرز وبفردها واقفل عليها، وبعد كده اقفل عليها من الجناب، وبعدين الف الصباع بيتلف بكل سهولة. والناحية الخشنة هي اللي بتبقى لجوه والناعمة لبره. تمام. والرصة اللي انا برصها الورق العنب دي بتسهل عليا وانا بشيله وانا بحشيه. انما لو عملتي الورق كله على بعضه من غير ما ترصيه هيدوخك جدا وانتي بتفكيه عن بعضه عشان تحشيه. هخلص بقى كل كمية المحشي بنفس الطريقة علشان ما اطولش عليكم علشان هيطول جدا. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كده هبدأ بقى اللي انا هركنها على جنب، وتعالوا نتبل اللحمة اللي احنا هنعملها. معايا لحمة بفتيك اللي هي الشرايح. تمام. هتبلها بملح وفلفل اسود بس، مش اكتر من كده، ولا هسيبها في تتبيلة كتيرة ولا حاجة. بحط عليها الملح والفلفل الاسود وبدعكها بايدي كده في اللحمة علشان تتبل كويس. بعد كده هقلبها على الجنب التاني، وهتبلها برضو بنفس الطريقة. هرش ملح وفلفل اسود وهدعكهم بايدي كده علشان يتبلوا كويس. هي دي التتبيلة بتاعت اللحمة، سهلة جدا مفيش ابسط من كده. وبعد ما بخلص الكمية بتاعتي
بقوم ركناهم على بعض وبجيب كمية تانية وبعملها بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. انا معايا كيلو من اللحمة، تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها او على حسب عدد افراد اسرتك، وممكن تعملي بنص كيلو بس. عايزاكم بقى لو لسه ما عملتوش اللايك اعملوا اللايك دلوقتي علشان الوصفة بتاعتنا فعلا تحفة وتستحق اللايك منكم النهاردة. بعد ما هخلص بقى الكمية هاخد اللحمة دي وهروح على البوتاجاز. هبدأ ان انا اجيب صينية واحطها على النار واسيبها لحد ما تسخن كويس. بعد ما تسخن كويس هحط عليها احط فيها معلقتين كبار من السمنة. هنشوح اللحمة بالسمنة، بتبقى مدية طعم احلى من الزيت وريحة حلوة. لما تسخن كويس هبدأ انزل باللحمة فيها على طول. انا هحط الكمية بتاعتي كلها، بس في الاول الصينية مش هتاخد الكمية كلها، فهبدأ احط كده لحد الصينية ما تاخد، واول ما بنحط اللحمة بتكش شوية. تمام، فهسيبها لحد بقى ايه ما تغير لونها وتتشمع كده. هبدأ اللي انا اتخرها لما تتشمع علشان احط بقية الكمية. احاول اللي انا المها كلها جنب بعضها علشان الكمية كلها تيجي معايا في الصينية وتستوي سوا واحد. بعد ما خدت لون بدأت اللي انا اقلبها على الجنب التاني، وطبعا الدهون اللي فيها بتنزل كمان مع السمنة اللي احنا حاطينها، فبتدي ريحة حلوة جدا. خدت لون حلو جدا زي ما انتوا شايفين. هجمعهم بقى كده على بعض جنب بعض كده، وهبدأ احط بقية الكمية اللي فاضلة معايا. وقبل ما اعمل اللحمة اتبلها كنت حطيتها بين كيسين تلاجة مفتوحين ودقيت عليها بالشاكوش وفردتها شوية علشان تبقى مفرودة معايا وما تاخدش وقت في التسوية. تمام، خلصت بقى كل الكمية لحد ما خدت لون معايا، وطفيت عليها وسبتها دلوقتي. بعد كده جبت الصينية اللي انا هشتغل فيها، تقدر اللي انت تعملي في صينية بايركس او طاجن، انما أنا عشان الكمية معايا كبيرة عملت في صينية ألمونيوم كبيرة. حطيت بقى فيها شوية من الخضار كده كله متقطع شرايح، طماطم، بصل، فلفل رومي وفلفل حامي وليمون كمان شرايح. بيدي طعم وريحة حلوة جدا للمحشي، وبيحافظ لي كمان على اللحمة والمحشي اللي هما ما يتحرقوش مني ولا حاجة. والخضار بإذن الله هتشوفوه في الآخر مش هيتحرق ولا يتلسع ولا هيجراله أي حاجة. بعد ما رصيت كده الخضار بدأت اللي انا ارص اللحمة بتاعتي، هرصها كلها، والدهون اللي هي نازلة منها هبدأ برضو اللي انا احطها عليها، بتبقى حلوة جدا. بعد كده هجيب بقى ورق العنب اللي احنا مجهزينه وهبدأ اللي انا ارصه في الصينية. انا هرصه على شكل دايرة كده، برصيه كويس. ممكن في اول سطر يبقى ايه واحد طالع عن واحد على ما يتظبط، لان الخضار طبعا بيبقى معرش مش بسوى واحد، فهتظبطيه وانت بتحطي. عايزة تعملي رصة تانية غير تبقى مدورة مثلا صفة او كده براحتك برضو، او مثلا تعملي تلاتة وتلاتة عكسهم بالشكل ده براحتك، بس انا هعمله كله مدور هيبقى حلو جدا. فهرص كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة دي. زي ما انتوا شايفين كده الصوابع بتاعتي ما شاء الله كلها مقاس واحد وحجم واحد، فده بيبقى شكله حلو جدا في التقديم. انا حاسه ان انا اتكلمت كتير النهارده وهتدوشوا معايا من كتر الكلام، فاعذروني بقى ان كنت اتكلمت النهارده كتير. فرصيت بقى الكميه بتاعتي كلها ما شاء الله، الصينيه اتملت على اخرها. فبدات اللي انا احط برضو شرايح ليمون على الوش كده من فوق. وبعد كده هنحط الشوربه لما تحطيها خلي سطرين، مش الشوربة مش جاية ليهم، لان الخضار واللحمة تحت معرشين فمش بيبقى ثابت في الصينية يعني. فتمام، فانتي بقى اما تهز الصينية وكده ولما يغلي الشوربة هتطلع كمان وهتزيد. فانتي حاولي هزيها بقى كده بعد ما تحطي، وخلي سطرين ما يكونش واصل لهم الشوربة. لو مش متوفر عندك شوربة تقدري اللي انتي تعملي بمية وتحطي لها ملح. بعد كده جبت طبق وبدأت اللي انا احطه كده عليها علشان لما يغلي الغليان بتاع الشوربة ما يفكليش المحشي ويفضل متماسك زي ما هو كده. حطيت بقى ورق زبدة بعد كده، وبعدين ورق ألمونيوم علشان اقفل عليه كويس ويستوي معايا كويس. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة عالية، بحطه على الصاجة من تحت. اول ربع ساعة بتبقى النار عالية، وبعد كده بهدي النار عليه. اخد مني وقت حوالي ساعة
وتلت، حوالي ساعة وتلت كده في الفرن. طلع ما شاء الله، بشوفه معاكم اهوت مستوي وما شاء الله وزي الفل. شلت كده الورق وهبدأ اللي انا اشيل الطبق، وبالراحة خدي بالك علشان بتبقى سخن جدا. ما شاء الله الورق ملفوف زي ما هو، الصباع زي ما هو ما تفكش ولا حاجة، ولا رز طالع منه، وزي الفل. واللحمة دايبة دوب، هنشوفها مع بعض دلوقتي. والمحشي هيطلع معاكي مفلفل ولا معجن ولا اي حاجة. تعالوا بقى كده نقطع اللحمة، ما شاء الله دايبة دوبان، وريحتها طالعة في منتهى الجمال، وطعمها كان حلو جدا. والمحشي مفلفل ومتماسك، ولا فك ولا اي حاجة، ولا هيعجن منك. اهم حاجة ظبطي الشوربة، ممكن مش سطرين، ممكن الشوربة تبقى سطر برضو، يعني سطر او سطرين. تمام، عايزاكم بقى تجربوا الوصفة، هتعجبكم جدا، وما تنسونيش في اللايك.